بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن ورق عنب بالكوارع خطير في الفرن وأحلى من الجاهز. أول حاجة عايزة الكوارع وتكون زي الفل وغسلاها ونقعاها في خل وملح وليمون عشان أشيل منها الزفرة خالص. الكوارع زي الفل عندي. أجيب بقى معايا حلة على النار، أكون طبعا حاطة في الحلة بصلاية وفلفل أسود ورق لوري وحبهان، وطبعا احط الملح في الاخر. اول ما الميه تغلي زي ما شفتوا كده انزل بالكوارع واسيبها تغلي قوي واوطي عليها خالص. ساعه ساعتين كده بالظبط هتكون استوت وبقت زي الزبده. خلاص كده الكوارع استوت، اطفي عليها ونعمل بقى مع بعض الورق العنب. اول حاجه عايزه ورق عنب اكون منضفاه ومحتفظه بالعروق بتاعته دي، وبصله وخضره حسب بقى الكميه اللي انت عايزاها. وطبعا طماطم عصراها. اول حاجه هجيب حله وانزل فيها بالزيت وبعدين البصل، واشوح البصل شويه كده في قلب الزيت. فلفل حامي وده اختياري، انا بحب احط فلفل حامي مع الخلطه وكمان فلفل احمر. تمام، بس طبعا الورق العنب مش بحبه سبايسي قوي. تمام. انزل بقى بالطماطم واسيبها تتسبك مع البصل، وبعدين التوابل اللي هي ملح وكزبره وكمون وفلفل اسود بس. ده اللي انا عايزاه. التوابل للمحشي، اي توابل تاني بتغير طعم المحشي، وده المحشي المصري. الخلطه بتاعت اي محشي مصري انا بعمل بنفس الخلطه دي. خلاص كده اتسبكت والزيت نطر فوق. انزل بقى بعد ما تهدى خالص وتبرد بالخضرة عشان الخضرة لونها ما يروحش وريحتها كمان ما تروحش. اقلبها تقليبة حلوة كده. كده الخلطة جاهزة معايا. بس خلاص اكون غسلة الرز كويس قوي ومصفياه. حطيت الخلطة اهو في الطبق بتاعي، والرز بتاعي مصفي كويس جدا. احط بقى الرز على الخلطة واقلب الخلطة دي. وطبعا زي ما قلت لكم الناس اللي بتسأل، اللي مش مصريين وبيسألوا المحشي المصري دي الخلطة اللي انا بعملها. تمام كده. واحط لكم اللينك في صندوق الوصف طريقة لف ورق العنب. انا عاملاه بكذا طريقة، بالكيس وبايدي وبطبق، يعني عاملاه بكذا طريقة. العروق اللي انا عايزاها محتفظة بيها. لفيته اهو زي ما انتم شايفين، لفه سهل مش صعب. واجيب الطاجن بتاعي واحط فيه العروق اللي انا احتفظت بيها. اللي قلت لكم العروق دي بتدي مزازه حلوه قوي لمحشي الورق العنب. وبخرط كمان ليمون شرايح كده واحطه بس، وارص بقى محشي الورق العنب بتاعي. طبعا معاكي قناه سوزي كيتشن، لو اول مره تشوفيني اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اهي بصي، لو في واحده فكه كده بحطها على الحته اللي فكه عشان ما تفكش خالص. طبعا الورق عنب في الفرن بيطلع متماسك وزي ما هو بيستوي حلو قوي. خلي بالك انا اخر طبقه دي في النص مش مكملاها عشان نعمل مع بعض بقى الكوارع التحفه دي. بعد ما بردت خليت الكوارع من العظم اهي وحطيتها في الشوربه تاني. وبعد ما خلاص هديت كده خلاص اصفيها بقى احطها في مصفى، واخد بقى الشوربة الجميلة بتاعتي دي اللي كلها بهاريز الكوارع خلاص، واحطها على النار عشان اغليها، عشان احطها على المحشي. والشوربة بتغلي نعمل بقى تركة حلوة قوي للطاجن الحلو ده. معلقة زبدة مش كبيرة احطها في طاسة، ولما تسيح انزل بالكوارع. واكون محضرة التوابل بقى اللي انا هحطها على الكوارع. التوابل دي بحمصها كده في حتة الزبدة دي، بتدي ريحة تحفة، اللي هي كزبرة وشطة وشوية فلفل اسود. التركة دي بتخلي الكوارع في حتة تانية، يعني بتاخد الطاجن بتوديه في حتة تانية خطيرة، بيطلع أحلى من بتاع المحلات. حطيت نص كوباية عصير طماطم واسيبها تتسبك ومعلقة صلصة، واقلب بقى تقليبة حلوة واسيبها تتسبك. خلاص كده الكوارع ما دام اتسبكت عندي يبقى انا كده الطاجن عندي جاهز يعني. خلاص رصيت الورق العنب، انزل بقى بالكوارع في النص. وطبعا عندي حتت كوارع لسه مش في قلب الصلصة دي، هحطها طبعا وهنطورها في حوالين الطاجن. بس اسقيها شوربة، والشوربة اكون مصفياها. ان بصوا انا وقعت مني حتة ورق لوري اهي، هطلعها. بس لازم اصفي شوربة المحشي. اهو حطيت بقى بقية الكوارع كلها اللي انا مصفياها، اللي انا خلياها ومصفياها، واغطيه بورق فويل وادخله الفرن.
طبعًا هياخد حوالي ساعتين سِوَى، لإن الفرن غير البوتاجاز. يطلع بقى بُصّي الكوارع تحفة، والمحشي ماسك نَفْسه إزاي، والطاجن شكله خطير. بجد، بجد أحلى من المحلات. الطاجن ده بيتباع برّه غالي أوي، 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 بس إحنا هنعمله طاجن كبير أوي في البيت، ومش هيكلّفِك غير الكوارع ومحشي الورق العنب، إنما في المحلات غالي أوي. طبعًا اللي يجرّب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.